الآن النرويجيون عندما اعتقلوك أخذوا منك الجواز ولا إيش؟ نعم، كل شيء. من 20 شباط 2003 2002 2003 20 شباط 2003 قبيل الغزو بقليل. نعم، أخذوا مني الجواز وأخذوا منه الإقامة، والآن بلا أي حق، يعني أبسط حق ما عندي الآن. لا منذ ذلك الوقت. منذ ذلك الوقت. نعم. واعتقلوك ولم يوجهوا لك تهمة ولم يحاكموك؟ لا، هم وجهوا تهم، يعني التهم ازداد إلى أكثر من 30 تهمة. كل كردي يأتي ويلصق به تهمة وهم يحققوا فيه ويطلع بريء أنه ليس صحيحا. وترجم أكثر من 200 كاسيت لي، وأنا عندي أكثر من 1000 كاسيت، 1000 محاضرة ودرس. يعني كأنهم يبحثون عن شيء يلصقونه بك. نعم، فكل ما حاولوا ما وجدوا شيئا سريا، كل ما وجدوا خطبة، درس علني، تصور، كتبت كتبا في تصوراتي. فحتى في المحكمة من الغريب أنه خصمي قال هذا ترجم كتاب معالم في الطريق لسيد قطب في عام 83. قلت الحمد لله، كان من ضمن التهم الذي وجه إلى سيد قطب رحمه الله أنه ألف كتاب معالم في الطريق، وأنت في بلاد قمة الديمقراطية وحقوق الإنسان توجه إلي في هذا الزمن أنني عبرت عن ترجم عن إرادتي أو فهمي للغة العربية وترجمت كتابا، تريد أن تعتقلني بسبب هذا الكتاب؟ قال لا، أنا أقول خطورة الكتاب. قلت جيد، وامرأة نرويجية أيضا ترجمتها إلى النرويجية، فلماذا لا تعتقلها؟ طيب، موجود بكل اللغات في العالم. ثم هو كتاب يعني، وحرية الفكر، وترجمته في 83. فبعدها المهم صرفوا 5 ملايين دولار في قضية ملا كركر، ولم تنتهي هذه القضية حتى الآن. نعم. أخيرا حلوها سياسيا وقالوا له خطورة على أمننا القومي، جردوني من كل الحقوق، اجلس في بيتك. وعملوا اقتراحا، قالوا لأن عندي فقط البالتوك والتليفون، ما عندي أي اتصال آخر، أخرج في الأسبوع أيام الجمعة ساعة فقط للصلاة وأرجع. عندي البالتوك أتكلم فيه على الإنترنت أو أكتب فيه مقالة، والتليفون أجيبه على أسئلة الناس، عادة هي أسئلة فقهية أكثرها يعني، أو إذا جاءت انتخابات مثل مير حسين موسوي ولا نجاد نعطي الصوت لمن، ولا في كردستان نعطي الصوت لمن، مثل هذا. فعموما أنا جالس في بيتي هكذا، وهم يشعرون الآن. اقترحوا من الغريب أن أحدهم قدم اقتراحا إلى البرلمان أن ننقل ملا كركر إلى جزيرة. وين الجزيرة هي؟ جزيرة في النرويج حتى تتحسن أوضاع العراق ونرسله إلى هناك. فاتصل بي المحامي قال سمعت هذا الاقتراح؟ قلت نعم. قال ما رأيك؟ قلت جيد، مثل عبد الله أوجلان في جزيرة إمرالي وأنا أكون في جزيرة نرويجية. الناس يغلقوا غوانتنامو ويقترح أن أتحول إلى جزيرة. عجيب، غريب يعني، من الغرائب أخي. كنت أقول للنرويجيين أيضا، قلت أنتم تسيرون على نظرية ماسلو أمريكي، عنده هرم ماسلو يقول لكي تستفيد من طاقات الإنسان توصله إلى قمة وهناك يبدأ العطاء، لكن ما يعطي حتى يأخذ. أول ما يأخذه هو physiological needs، الاحتياجات الأولية من طعام وشراب وسكن ولباس وزواج، هذا الأول. الثاني security needs، الاحتياجات الأمنية، الفيزا، الإقامة، الجواز، الأمان في الحياة، في ذهابه إيابه. الثالث هو social affiliation needs، الانتماء الاجتماعي، بحيث يشعر أنه ينتمي لقبيلة ولا حزب ولا لدين ولا أي شيء. قلت لهم، قلت جيد، أنا في باكستان كان عندي الأول والثاني، جئت إلى قمة الديمقراطية لأحصل على الثالث، ضيعت الأول والتالي. لم يبقى شيء. قلت جيد، أنا في باكستان يحكمها عسكري، متزوج وعندي سكن وعندي سيارة ومرموق اجتماعيا، ألقي خطبة الجمعة، أدرس في جامعتين، ثم عندي ورقة فقط كارت من يونايتد نيشن بدل من الجواز أسافر بها. لكن بما أنه ما كان عندي جواز سفر أفتح حساب بنكي، فالأمم المتحدة قالوا ننقلك إلى النرويج، ديمقراطي، تأخذ حقوقك، تحمي أسرتك، تحمي دينك، وهناك يعطونك الجواز. فلما جئت ليس معي إلا الغلاف، استردتم كل ما أعطيتموني وأخذتم مني ما كان عندي. هذا قمة الديمقراطية، أليس هذا بسبب إسلامي؟
أليس غريبا يعني واحد يكون عنده صحيح. يعني واحد يكون عنده في إيران يعتقلونك لكن ما يؤذوا أهلك. تكون في باكستان وأنا غريب في باكستان، أنا لا أنتمي إليه إلا أنه ملامحي تشبه ملامحهم، متدين مثلهم، ولا بصورة عامة يعني نعمل هناك، نكون هناك. جيد.